لو نفسك في كيكة طرية وبتدوب في البق، هنعمل سوا كيكة الحليب اللي هي القشطوطة خطوة بخطوة بوصفة مضمونة وطعم خرافي. انزلي بقى ب5 بيضات. وحطي عليهم 130 جرام سكر، كمان فانيليا، وانزلي عليهم ب250 جرام من الدقيق، ونخليهم كويس، ونص كيس من البيكنج باودر برضو هننخله. انزلي بقى بمعلقة كبيرة من المحسن الجل، هتلاقيه بقى في اي محل مستلزمات حلويات او عند اي عطار. انزلي بقى بنص كوباية مية واضربيهم بقى لغاية اما حجمهم يتضاعف. حطي بقى في الصينية ورق زبدة وحطي فيها الخليط ودخليها الفرن على درجة حرارة 180. هتاخد منك وقت حوالي تلت ساعة. حطي بقى في بولة كوبايتين كريم جانتيه وكوبايتين لبن متلجين ونص علبة قشطة. انا هنا حطيت الكريم جانتيه بالسكر مش سادة، واضربيهم بقى لغاية اما يتضاعفوا معاكي. بقى بكيلو حليب 3 معالق سكر ونص علبة قشطة. ودي تبقى التشريبة بتاعتنا بتاعت الكيكة. قلبي بقى التشريبة كده كلها مع بعض. اول بقى ما الكيكة تطلع هنسيبها تبرد تماما. شيلي بقى ورقة الزبدة وحطي الكيكة في الصينية، وابدأي خرميها وشربيها بتشريبة الحليب. احنا هنا عايزين الكيكة تكتفي بالحليب اللي احنا بنشربه لها. بعد بقى ما شربناها بالحليب هننزل عليها بالكريمة اللي احنا عملناها، وهنبدأ كمان نسويها كويس بالكيكة. ابدأي بقى ساوي الأطراف بتاعتها وقطعيها قطع مربعات. ما تنسوناش في اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. قولولنا انتوا من انهي بلد بتتابعونا. شايفين قد ايه الكيكة متشربة من الحليب؟ احنا عايزينها كده. حطيها بقى على طبقة رز بلبن وزينيها زي ما انت عايزة. انا عن نفسي عملت خطوط بالكريمة وحبيت ازينها تزيين بسيط، وواحدة عملتها بصوص الكراميل وبرضو عاملينه في البيت، وواحدة تانية عملتها بصوص النوتيلا. زينت ام كراميل بشوية بسكوت مطحون، لكن ام نوتيلا حطيت عليها شوية سوداني مجروشين. وطبعا لو كتبتولنا تعليق حلو زيكم بيسعدني كتير. انا عايزة اقول لكم من جمالها ما قدرناش نبطلها وعلى طول بنعملها، وكمان مش هتيجي بتكلفة اللي بره، لا وكمان مصنوعة بيتي، فحاجة نظيفة وحاجة انت متأكدة منها. وألف هنا، واستنونا في وصفة جديدة. وما تنسوش تصلوا على النبي.